كيعطيتي لحمك مقابل انك تربحي واحد 100 ابوني. واش الجسد ديالك يساوي 100 ابوني ولا 200 ولا 1000 ابوني؟ اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. خوتي خواتاتي، داكشي اللي قلت لكم من قبل راه هو اللي كاين. اذا تبعوا هذا المقطع هذا الصغير وانا معكم. كيف يعقل انه ولد خوك لق كبير تيقولوا له واش عمك تيخورو قال له صحابو كيفاش كيشوفني خويا، كيفاش يشوفني ولد خويا ولاد خويا اللي انا معطيهم انا قدوه ديالهم، كيفاش يشوفوني بناتي، كيفاش يشوفوني عائلتي، كيفاش يشوفوني صحابي، كيفاش يشوفوني الناس الجيران ديالي، المجتمع المدني، يشوف خوتي المتابعين انه مثلي يمارس الجنس مع مرأة ورجل. اذا خوتي خواتاتي كيف ما شفتوا السيد غادي يسكن في القصر الكبير. علاش؟ لان الحجم ديال الضرر اللي لحق به، وقلتها لكم في الفيديوهات السابقه ديالي، الحجم ديال الضرر كبير وكبير بزاف اللي لحق العائله ديالو الكبيره والصغيره وشوه له السمعه ديالو. اذا هذا الشيء ماشي سهل. كيف قلت لكم ان هذه السيده هذه اللي كتخرجت في هذاك المنبر شبه صحفي، انها ورطت راسها وانها اعترفت على راسها بشي حوايج وانها غرقت راسها عكس ما كانت تتوقع، او عكس ما قراوها شي وحدين اللي حرشوها وكذا. فيوسف الزروالي الان تيطالب باش يعرف شكون مورا هاد خيتي وشكون اللي حرضها وشكون اللي شجعها باش تطلع تقول هذاك الكلام اللي قالته. تهمته به بطبيعه الحال اللي ما وقفش حتى تما، انما انتشر بشكل كبير داك الشيء اللي قالت، لا في داك المنبر اللي هي طلعت فيه الفيديو تشاف بشكل كبير وقناه كبيره بطبيعه الحال، ولا قنوات اخرى مؤثره كبيره حتى هي تكلمت في هذا الموضوع وكلها وكيفاش حل القضيه. منهم اللي صدق، منهم اللي مشى، كل واحد وكيفاش فهم داك الشيء هذاك. وكاين الناس اللي هما عقلاء يعني ما عجبهمش الحال وقالوا بان هذيك السيده انها ورطت راسها، والصحراء ورطت راسها. وهي الان خوتي وخواتاتي راه في التقديم وراهم كيستمعوا ليها، ويوسف الزروالي راه حط الشكايه ديالو، راه سجلها البارح ربما، واليوم راه حط الشكايه ديالو او استمعوا ليه بالامس او اليوم المهم، وهي راه كيتصنتوا ليها. ف ربما ما غتسلمش. سمعنا الاخ يوسف الزروالي تيقول بانه ما تنادم معاهم الحال، طلع معاهم القالب، عرفوا راسهم شنو داروا والورطه اللي تحطوا فيها هذيك البنت والام ديالها. وسمعنا بان في واحد التسجيل او واحد الاوديو كانت تواصلت الام ديال هذه البنت مع شي وحده، مع شي سيده، انها كتقول لها مستعده انها تطلع وتعتذر ليوسف الزروالي في المباشر ديالو او في قناته ولا قناه اخرى، المهم وتعتذر منه، وان البنيته جاب لها الله شي واحد غيتزوجها وصافي والله يسامح علينا وكذا. ولكن واش السماحه غتجي هكا؟ سواء طلعتي في لايف ولا ماشي في لايف، السمعه ديال هذه العائله اللي تشوهات، راه داك التهمه اللي اتهمتوه بها كبيره وكبيره بزاف. ما بقاتش في خيانه زوجيه ولا شي حاجه مثلا قلتوها اللي هي عاديه، راه اتهمتوا هذاك الانسان بانه مثلي، بانه كيمارس الله يستر داكشي اللي تيمارسوه المثليين. فهاد الشيء صعيب، وهذه تهمه صعيبه وبزاف بزاف بزاف، وخصنا نعرفوا شكون وراء هاد البنت هذه. كيف ما يوسف الزروالي تيطالب باغي يعرف شكون وراء هاد السيده، شكون حرضها عليه، لانه جات في واحد الوقت اللي وقع واحد النزاع كبير، واحد الانقلاب على يوسف الزروالي، وكان داكشي منسق ومحبوك في وقت واحد. طلعي انت في الصباح، طلع هادي في العشيه، انت تخرجي في هذه القناه، انا نخرج في قناه اخرى، وهكذا يعني. وجابوا له هاد البنات ولا جاو راسهم ولا بغاو يركبوا على الموجه. المهم كلشي هادشي هذا غادي يتبين، والوقت غتبين هاد الحقائق كامله خوتي وخواتاتي. اذا لا يعذر احد بجهله للقانون، القانون يسري فوق الجميع. هاد السيد هذا اذا كان فعلا تيدير شي حاجه وعندكم اثباتات عليه وعندكم دلائل وعندكم براهين، يمكنكم توجهوا للقضاء، وكل متضرر عليه اللجوء للقضاء. ماشي نطلعوا نشوهوا السمعه عباد الله ونضربوا له في الشرف ديالو في العرض ديالو
الكرامه ديالو. قال كيف ما قال هذا السيد انه يتصدم، يمشي يدير شي مصيبه في راسو، او لا مراته دير شي مصيبه في راسها، دير شي مصيبه شي كارثه في ولادها. لو كان هاد المراه عنده حتى هي ما حساش بهذا الرجل وواعيه بانه كيتعرض للمؤامرات وبانه مستهدف ومجموعه من الاشياء، كان ممكن يعني طلب الطلاق، تفك معاه، تدعيه بزاف د الحوايج، تزيدوا تشعلوا العوافي. والهدف والغرض ديال هاد الاعداء اللي هما متربصين بهذا السيد هذا معروف انه باغيين يشتتوا له العائله ديالو ويشوهوا له السمعه ديالو ويمحيوه كاع من هذا وسائل التواصل. وفي نفس الوقت انهم تيربحوا على دارو الاموال الطائله بطبيعه الحال، تيربحوا موراه. وهذا الشيء هذا تيعرفوا العادي والبادي ان هاد الناس تيربحوا موراه هاد السيد فلوس طائله بتشويه السمعه ديالو طبعا. يعني كيتبعوا هاد السيد وكيتبعوا الخطوات ديالو فين ما مشى، واي عمل تيقوم به سواء زوين ولا عادي ولا هذا تيبخصوه تيحاولوا يخلقوا منه شي حاجه اللي ما كايناش. فكيف قلت لكم خوتي وخواتاتي في الفيديوهات السابقه ان هذيك السيده او هذيك البنت فانما هي راه اعترفت على راسها بانها تتمارس الرذيله اولا، وكذلك ورطت راسها بانها يعني خرجت كتشهر وكتقذف في واحد السيد ما عندها عليه لا دليل ولا برهان، لمجرد انه عنده قناه كبيره وعنده اعداء، ولقيت اللي هما نقالبوا هاد الناس عليه او لا يعني جات الفرصه المناسبه باش ينقضوا عليه، قلبوا على هاد داوي الحاجه للمال وواحد نسبه معينه من الشهره ولا شي حاجه، لان طلعوا بمبررات انهم باغيين يطلعوا قنواتهم، لا هذيك اللي تكلمت فاس ولا هذه اللي خرجت من القصر الكبير اللي مشات لذاك المنبر، كاملين تيهضروا على حاجه وحده، يعني الدعم ديال القناه والدعم مقابل الجنس والتخربيق، وخرجوا له هاد التهمات. فغاني سبق لي وقلت ان الانسان اللي هو عنده قيمه وعنده شرف، او الانسانه عندها قيمه وعندها كرامه وعندها عزه نفس، هاد السيد شتوه ماش صالحش، مشيتو بحسن نيه انه يدعمكم ولقيتو بان عينو زايغه او عنده شي تلميحات او بغى، راه كنحطو سط البلاصه كنقيب وكنقلب عليه. ماشي بحال السيده اللي خرجت المره الاولى قالت بانه تحرش بيا، ولكن موراها بقيت في الفيديوهات كنقول كلنا كريت كلنا زروالي كلنا كذا، ودابا عاد خرجت نهضر وكذا. علاش؟ حتى لهاد الوقيته هادي اذا كاين تواصل وكاين تنسيق وكاين اتصالات من طرف الجهات اللي معنيه واللي معروفه. وكذلك هاد خيتي ديال القصر الكبير اللي مشات هي والام ديالها، هادشي كتقول وقع في العيد الكبير ديال ما نعرف داك العام، وشوف شحال من وقت داز على هادشي هذا، واليوم عاد خارجين كتكلموا داك الكلام. اذا لو ان ديك البنت عندها عزه نفسها هي وعندها كرامه لا هي، ولا ديك الام ديالها اللي غاديه بنتها من نشوف منين انت لما كناش تلفاس وتجلس هي في السفلي وتخلي بنتها تطلع مع واحد غريب للفوقي وتختالي بها وكذا حسب القول ديالهم، ففينا هي عزه النفس؟ انت اللي كتعترفي على راسك انك مارستي معاه، فينا هي عزه النفس؟ انك مقابل دعم ديال القناه اللي غيجيب لك واحد 10 ديال المتابعين او 20 متابعين، فريض هذا الدعم كانوا تم وبهذه الطريقه اللي قلتي، انك عطيتي لحمك مقابل انك تربحي واحد 100 ابوني. واش الجسد ديالك يساوي 100 ابوني ولا 200 ولا 1000 ابوني؟ للاسف الشديد الناس ما واعياش وما عارفاش شنو تدير، والطمع والجشع خلى بنادم يدير اي حاجه. الله يستر مع الله يحفظ. المهم الخوت والخواتات، السيده راه كيستمعوا ليها والقضيه عندها مرتة وما غتفلتش منها، الا ما سمحلهاش هذه يوسف الزروالي وتنازل لها ولا كذا، فالله يستر مع الله يحفظ. وانا كنشوف المتتبعين راه كلشي تيكتب له في التعاليق ما كاينش تنازل، راه الا مشيتي سمحتي في هادي راه صافي سالينا معاك ما نبقاوش نثيقوا فيك كذا، كيف ما قلت ليه البارح في النصيحه اللي عطيته في الفيديو ديال البارح، قلت له انت ما كتصنتش للمتتبعين. شحال من مره حضروك من بزاف ديال الناس اللي هما الان تيضربوا فيك، يعني ما تقلش وجبك، ولكن ما كنتيش كتصنت، كنتي كتزكي هادوك الناس ضدا في التوجه او الرؤيه او الشوفه اللي تيشوفوا المتتبعين ديالك، وحتى
اصحاب القنوات غير كما قلت اصحاب القنوات ما تيتكلموش لان تيلمحوا شي حوايج وصافي، بينما المتتبع راه تيقولها نيشان في التعاليق، تيقول لك هذاك فلان راه ما صالحش، هذاك فلان شنو شنو. اذا امورات واضحه وباينه اخوتي وخواتاتي، اللي فرط يكرط واللي عنده شي حق خصو ياخذ، والقانون فوق الجميع. وهذا مكان. وتحياتي، فيديو خفيف ظريف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.